ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنكمل النهارده حرف الميم مع الحروف الابجديه بخط رقعه. هنكتب النهارده ميم فاء. الميم طبعا اتفقنا انها مايله على نقطه، سبب بينها وبين الفاء نقطه، والفاء اتساعها نقطتين ونص عشان راس الفاء. الميم قاف برفع فوق يا جماعه شويه عشان الكسر القاف كلها فوق السطر. كسر القاف ايه كلها فوق السطر. حرف الفاء منبسط على السطر، ادي ارفعها نقطتين وميل الميم على نقطة، وبرضه الكسر القاف نقطتين ونص، والفرق بينهم وبين بعض نقطة. ناخد الميم كاف. ادي الميم كاف. الميم الف كأنها نكتب ميم الف بالظبط. نكتب ميم الف بالظبط مع بعضها كده. ادي اهوت اعمل الكاف واعمل الشرط بتاع الكاف نفس الشكل. كاف طبعا 3 نقاط، وارتفاع الالف 3 نقاط. ناخد الميم مع الميم. ادي الميم برضو مايله على نقطه، وبعدين الميم التانية مايله مسافه بينهم وبين بعض نقطه ونص، والميم التانية برضو مايله على نقطه يا جماعه، ميم مفرده كانها ميم مفرده، ونزل طبعا 3 نقاط تحت الايه سطر. ادي طول الميم نقطه ونص. ادي الميم نون. نون شكل السنون بتاعت الضاد كده، نقطة 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 بينهم بعضها نقطة. في شكل تاني من الميم نون يا جماعة. ادي الميم اهيت، الميم اللي هي الكاسة، النون الكاسة. الشكل ده النقطة بتبقى جواها بالشكل ده. طبعا ديت مايلة على نقطة برضو، نقطتين للنون، والكاسة نقطتين، وديت نقطة بالشكل دوت. الميم هاء المربوطة طبعا عادية مجموعة بالشكل ده، كانت تطلع الألف برضو، ارفعوا نقطتين وراح لافف بالبداية بالراس الهاء بالشكل ده في نقطة. الميم هاء. الميم ديت بتسمى سباعية أو سبعية، شكل 7 يعني، أو ميم أو هاء معلقة، أو هاء إيه معلقة، وديت هاء مركبة بالشكل دوت. بديت المغلقة دي سباعية، وديت المركبة. ده أشكال الهاء في خط رقم. بعد كده الميم الهاء المغلقة أو المجموعة بالشكل ده، بنقول عليها هاء فرونكة، بعدين السباعية، بعدين الهاء المغلقة. بعد كده دي المعقولة، الهاء المعقولة اللي فيهم على فيونكة، هاء رأس الهرة. الميم واو بالشكل ده يا جماعة، برضو مايلة على نقطة، وبنزل بالشكل ده ماشي. الميم ياء. الميم ياء اهيت واللي تحتها. طبعا انا برتفع بالحرف بحس بالحرف اللي بعديه او متصل بيه علاقته بالسطر صحيح. الهاء مايلة على النقطة برضو على السطر اهوت. اخيرا الميم لام الف بالشكل ده، اكتب الف مش هرفع نقطتين. بعد كده بكتب شكل الراء بس طويل شويه عن الراء، نفس شكل الراء بس طويل شويه. بعد كده بركب حرف الالف بالشكل ده. انا عجبكم الفيديو يا ريت سبسكرايب ولايك وشير، وارجوكم فيديوهات كتير جدا مفيده للجميع. تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.